السلام عليكم، وايه الاخبار؟ بتمنى انكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حسونا يتكلم. والنهارده هنستكمل الكلام عن البلوكس اللي كنا بدأناها في المره اللي فاتت مع الجزء بتاع البيجز الخاص بنوشن، وهنشوف بلوك ادفانسد شويه ونشوف ايه اللي ممكن كل واحد على حسب هيحدد هو ممكن يستخدم بلوكس ايه. في بلوكس انا بشرحها ممكن تكون انت مش في بالك ومش مخطط انك تستخدمها، لكن على الاقل تكون عارفها، لان وقت ما انت تحتاجها تكون عارف هتوصل لها ازاي. فنكمل كلام ونقفل موضوع البلوكس والبيجز ان شاء الله النهارده قدر الامكان، علشان من المره الجايه نبدا نشوف حاجات ادفانسد اكتر ونشوف هنقرب ازاي من بناء السيستم الخاص بينا. لو رجعنا دي الصفحه اللي كنا بنيناها المره اللي فاتت، فانا مثلا قررت ان انا هكتب هنا ان حاجه خاصه بالجيم، يعني النهارده هعمل تمرينه مثلا للبوش والبول والليجز. فمن ضمن البلوكس اللي احنا ممكن نكمل عليها حاجه اسمها ال ان انا اضيف بيج هنا جديده جوه البيج دي كنا قلنا عليها. في حاجه اسمها بقى لينك تو بيج. يعني ايه لينك تو بيج؟ ولا نفترض ان انا كنت كريت بالفعل بيج قديمه عندي، ولا لا اخد حاجه من الحاجات الديفولت اللي موجوده في الكامب. فاحنا هنعمل لينك تو بيج. بيقول لي اختار من البيجز اللي عندك ايه البيج اللي انت محتاج انك تعمل لها لينك. فبدل ما انا موجود في الصفحه ديت واروح ادور على صفحه تاني انا كنت عملت لها كرييشن، لا، ما انا ممكن اضيف صفحه لينك تو ويلكم تو نوشن ديت، ولما ادوس عليها هنتقل اوتوماتيك للصفحه بتاعت ويلكم تو نوشن، نرجع لصفحتنا تاني. فده واحد من البلوكس اللي انت ممكن انك تضيفه. طيب نشوف بلوك جديد كده. طبعا عندنا حاجات خاصه بالاي اي، ان انت ممكن تخلي الاي اي هو اللي يكتب مع نفسه، يعني انت تحدد له حاجه وهو يبدا ان هو يكتب او يترجم. دي مش هنخوض فيها خلاص، حاجات سهله. عندنا الميديا، طبعا اقدر اعمل ايمج، فيديو، اوديو. فانا عندي حاجه زي الايمج، وطبعا الايمج تقدر تختار من حاجه زي ان سبلاش، جيفي، تمام، او تحط اللينك او تعملها ابلود. هنختار احنا من ان سبلاش اي حاجه موجوده وخلاص. هي مثلا، وبتبدا ان هي تنزل، وتقدر طبعا تظبط كل حاجه، تعملها داونلود، الالاينمنت بتاعها عامل ازاي، تحط عليها كومنت، كابشن، وفي حاجات كتير تقدر تظبط منها السيتنج الخاصه بيك هنا يعني. طيب نشوف بلوك جديد معانا غير حاجات الميديا. من ضمن الحاجات اللي كنت حابب اتكلم عنها طبعا الداتابيز، احنا مخلين لها حاجه منفصله، موضوع الفايلز طبعا انت لو على البلان الفري فليك 5 ميجا بس ابلود، لكن لو على البلس غالبا بيكون انليميتد، يعني فتقدر ترفع من لينك او ابلود. نصيحتي الشخصيه، ما تخليش نوشن هو المكان اللي انت بتحفظ فيه الفايلز بتاعتك، مش لاي سبب غير ان هو منصه غير مبنيه للفايل ستورج بشكل عام. فحاول افضل ان انت لو هتحط فايل تحط اللينك بتاعه، يعني انت الفايل بتاعك ترفعه على جوجل درايف مثلا او على دروب بوكس، ومن هنا تقدر تعمل له لينك باللينك بتاعه بس، يعني لا اكثر ولا اقل. فده جزء جديد من البلوكس اللي احنا ممكن نضيفها. نيجي لحاجه ادفانسد شويه، وهي فكره التيبل اوف كونتنتس، بس دي خلينا نضيفها فوق شويه علشان افهمكم فكرتها. ودي مفيده اكتر للناس اللي بتكتب مقالات او الصفحه بتاعتها بتكون ضخمه. نعمل هنا طبعا انت تقدر تكتب اسم البلوك، مش لازم كل مره تفضل تدور زي ما انا بدور كده، تقدر تكتب اسم البلوك وينزل لك على طول. طيب انا ايه الفكره؟ انا كنت كاتب هنا جيم، والجيم ده كنت مقسمه لثلاث حاجات: بوش، بول، ليكس. طيب وكاتب مثلا على سبيل التجربه، مش هنكتب طبعا كل مره. فتحت البوش مثلا ممكن العب النهارده حاجه زي شيست بريست، تراي بوش داون، فرونت ريزز. دي امثله. طيب انا فوق في الصفحه، فانا ازاي اكون عارف محتويات الصفحه بتاعتي؟ طبعا جيم دي معموله H1، يعني ده عنوان جيم H1. طيب انا مقسم طبعا بوش ده H2، بول H2 برضو، ليجز H2. طيب انا هنا عملتهم بصوره تو دو ليست. طيب ماذا لو قررت ان انا تحت البوش دي عايز اكتبهم H3، يعني عايز اكتب اسماء التمرين دي، ادي H3 كتبت كده اهو، يا عم شيست مثلا. فلما هطلع فوق في التيبل اوف كونتنت، شايفين هو عامل حاجه شبه اللينك كده، فلما ادوس جيم جابني هنا. طيب عشان برضو جيم دي قدامنا فظهر، خلينا ننزل على حاجه تحت الليجز. بصوا هتلاقيه رماني اخر الصفحه، علمها لي كده وقال لي ادي الليجز بتاعتك موجوده هنا. طيب اتش 3 طبعا لان هي تحت بوش، فحطها لي ادي الشيست مثلا، لما ادوس كده نزلني هنا. طيب ولما اطلع ادوس على كلمه شيست هينزلني على كلمه شيست. فدي فكره التيبل اوف كونتنت. نشوف كده حاجه جديده. عندنا حاجه اسمها البوتون. بوتون فكرته ان هو زرار. الزرار ده انا هسميه مثلا حسن،
والزرار ده لما هبدا ان انا ادوس عليه، طبعا التريجر ان هو لما يكون كليك دي حاجه اساسيه، لما بيداس على الزرار ايه اللي ممكن يحصل؟ هناخد اكشن جديد، هنقول له والله ابدا حضرتك اعمل لي انسيرت بلوكس، لما اضيف على الزرار ده كل مره نزل لي بلوكس معينه انا اللي هحددها، او ضيف صفحه للمكان الفلاني، او اعمل اديت للبيج الفلانيه، او ابعت نوتيفيكيشن لفلان، او حاجات كتير. فاحنا خلينا نقول انسيرت بلوكس. طيب لما كل ما ادوس على الصفحه دي مثلا نزل لي تو دو ليست فيها كلمه جيم، فيها شوبينج، وهقول له طبعا اقدر اعمل اكتر من اكشن، يعني انت مثلا هقول له اد اكشن تاني، هقول له شو كونفورميشن مثلا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا قبل ما تنزل البلوكس، يعني انا هرفع دي فوق دي، فهقول له لما انا هدوس على البطن طلع لي كونفورميشن مسج. ايه الكونفورميشن مسج؟ بتقول لك ار يو شور يو وونت تو كونتينيو، يعني هل انت متاكد انك حابب تكمل اللي احنا هنعمله؟ فانت تختار يا كونتينيو يا كانسل. وفي نفس الوقت لو انا دوست مثلا تمام، فابدا نزل البلوكس ديت. هنعمل دون ونجرب. ادي البطن اللي اسمه حسن، طبعا انت تقدر تغير فيه حاجات كتير زي ما احنا قلنا، الايكون، الكالر، اهو حاجات مثلا زي التكست، نغير الكالر الباك جراوند بتاعها نخليه يلو. فادي ده شكل الزرار. لما هدوس على حسن ظهر لي كونفورميشن مسج بيقول لي هل حابب تكمل؟ هقول له كونتينيو. ايه اللي حصل؟ عمل اوتوماتيك ان هو نزل التو دو ليست اللي احنا عملناها. طبعا تقدر تضيف له ايكون، كل الحاجات اللي انت حابب انك تضيفها تقدر تضيفها عادي. يعني انا حطيت مثلا دي ايكون اهي، هيظهر نفس الكلام كونتينيو، راح منزلهم مره تاني. فدي فكره البطن. طيب نيجي لحاجه ادفانس تاني برضو. عندنا فكره السينكد بلوك. السينكد بلوك هو بلوك عادي بيظهر، ولكن انت ملاحظ كده ان ظهر شريط حوالين الموضوع، وظهر لي ان انا اقدر اضيف بلوكس تاني. انا اللي هعمله ان انا هضيف بلوكس جواه. سينكد بلوك معناها ان بلوك انا هضيفه هنا وهعمل له سينك في بيج تاني، وبالتالي لما هعمل اديت هنا او هعدل حاجه معينه اوتوماتيك هتسمع في البلوك التاني. مش مضطر ان انا مثلا في صفحه تو دو ليست هعمل بلوك هنا خاص وليكن تو دو ليست. يعني خلينا نضيف اهو اتش 1 جيم. هنزل يا باشا تحت الجيم ده هعمل تو دو ليست اهي، شيست يا عم، اي حاجه، بول تاني، ليجز، يعني احنا بنعمل اي حاجه على سبيل المثال. طيب لما انا هاجي هنا هو بيقول لي كوبي سينكد بلوك. خلاص انا كده ظبطت البلوك بتاعي وعايز اشوف البلوك ده في بيج تاني، وبحيث انا هعدل هنا او هعدل هناك هيظهر نفس الموضوع. تعال نروح للصفحه بتاعه ويلكم تو نوشن وننزل كده، نروح عاملين كنترول في او بيست، او ظهر عندنا البلوك. طيب ولنفترض انا يا باشا جيت هنا بعد الليجز دي ورحت ضايف باك مثلا. تعالوا نرجع كده للصفحه بتاعتنا، هنلاقي بص السينكد بلوك اللي احنا كنا عاملينه اوتوماتيك حصل هنا الباك. فمش كل مره انا لو في حاجه متاكد ان انا بعدلها مره وعايزها تسمع في كل البيجز بعمل حوار السينكد بلوك، وبالتالي بتبدا ان هي تسمع في البيجز المختلفه. طيب نكمل البلوكس بتاعتنا. عندنا طبعا حاجه اسمها البريد كرامب، دي بتقول لي انا جاي منين ورايح فين. يعني تعالوا نعمل مثلا صفحه هنا جوه الصفحه ديت، هتبان اكتر لما نكون بيج جوه بيج. دي فكرتها ان هي عامله شبه الاكسبلور بتاع لما بتكون على الديسكتوب مثلا وعارف ان انت جوه حسونه مثلا هنسميه احمد. دي البيج بتاعتنا. لما هاجي هعمل هنا حوار البريد، فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت اصلا احمد دي موجوده في الاساس من حسونه. يعني مثلا احنا لو عملنا بيج اسمها حسونه وانتقلنا منها للبيج اللي اسمها محمد، ومن محمد جينا لاحمد، فهيقول لي حسونه سلاش محمد سلاش احمد، وبالتالي انا عارف انا جاي منين. حاجه ملهاش لازمه قوي يعني، بس ممكن تكون مفيده للبعض لو هو بيشتغل على بروجكت كبير وحابب يعرف هو كان فين وجاي منين. نرجع للبيج الاساسيه بتاعتنا.
وفي الاغلب دول اشهر يعني البلوكس اللي احنا ممكن نستخدمهم، باستثناء الحاجات اللي ما اتكلمناش عنها هي الداتابيز. في طبعا حاجات للايكويشن لو انت حابب تعمل ايكويشن، وهنا بتشوف في الايكويشن طبعا الحاجات دي خاصه اكتر بالناس اللي هم حاجات الفيزيكس واللي بيستخدموا حاجات زي الماس مثلا، فهيستفادوا من نقطه زي دي. فده بشكل سريع كده كانت البلوكس. هنقفل اخر حاجه في فكره البيج. مثلا انا خلاص عملت بيج زي كده وفي حاجات معينه مش عاجباني، يعني انا الفونت مش عاجبني، باجي هنا على ممكن اعمل لها فيفورت. دي معلومه برضو ما قلناهاش، بتظهر خانه جديده اسمها فيفورت هنا اهي، ما كانتش موجوده قبل كده اوتوماتيك لان دي اول صفحه هنعمل لها فيفورت. فلو في بيجز انت معينه بترجع لها كل شويه خلاص ممكن تعمل لها فيفورت. فدي اول نقطه. طيب نيجي لنقطه الشير. الشير انت ممكن تعمل شير عن طريق حاجتين، يا الا ان انت تعمل انفيتيشن للناس، يعني تبقى معاك الميل بتاعه وبالتالي تقدر تعمل له انفيتيشن، او تشير اللينك ده مع حد. تاني حاجه عندنا فكره الببلش. الببلش ان انت بتشيرها على الويب، وده لما حد مثلا بيقول لك احنا عندنا انا عملت تمبلت وهبدا ان انا اعمله لك شير، فيعتبر كانك عملت زي ويب سايت، اشبه بويب سايت يعني. فدي فكره الشير لو انت حابب تشيرها مع حد. نيجي بقى للثلاث نقط اللي بالجنب دول، ودي اشبه بالسيتنج. طبعا انا مش عاجبني مثلا الفونت، هعمل له حاجه زي سيريف او مونو. طبعا زي ما شايفين بيتغير معانا الخط، انا هخليه ديفولت عادي. طبعا كوبي لينك تقدر تعمل برضو شير من هنا. دوبليكيت لو انت حابب تخلي البيج ديت مثلا الاساسيه بتاعتك وتعمل دوبليكيت على واحده تجرب عليها حاجات تاني. لو انت خلاص باني سيستم ومش حابب تعدل عليه فتقدر تعمل دوبليكيت، تقدر تعمل لها موف لمكان معين، موف تو تراش. عندنا هنا ممكن تخلي التكست سمول، فبصوا صغر ازاي. ممكن تخلي البيج نفسها فول ويدث، يعني خلت عرض الصفحه كلها بدل ما كانت الاساسيه. انا طبعا بخلي تقدر تعمل كاستمايزيشن لحاجات زي الديسكشن، التيبل اوف كونتنتس هنا تطفيها خالص، الكومنت بتظبط حاجات معينه يعني خاصه بيك هنا، كل واحد على حسب الحاجات اللي يحبها. لوك بيج، لوك بيج معناها ان محدش يقدر يعمل اي حاجه هنا في البيج نهائيا، خلاص هي اتقفلت على كده. ما اقدرش انا يعني بصوا لما بدوس خلاص بتوديني، لكن ما اقدرش ان انا اضيف ولا اعدل حاجه. زي ما شايفين انا عمال اكليك مفيش اي حاجه بتظهر معايا، فانا اعمل لها لوك، افك اللوك، هاجي اضيف اهو بصوا قدرت اضيف عادي. وطبعا تقدر تعملها امبورت او اكسبورت وتشوف الابديتس اللي ظهرت عليها والاناليتكس. اناليتكس يعني الابديتس هنا كل حاجه احنا عملناها. مثلا من 10 ثواني اهو بيقول لك من نص ساعه حسن عمل كذا في البيج وحذفه، من دقيقتين عمل كذا. الاناليتكس بتورينا طبعا مين شاف البيج ومين الايديتورز اللي اشتغلوا عليها. فنرجع تاني نوتيفاي مي لو طبعا حد عمل كومنت او كده. والحاجات الباقيه ان انت تقدر تفتح الكلام ده في الديسكتوب اب لو انت منزله يعني. فدي عامه السيتنج بتاعه البيج نفسها. اهم الحاجات طبعا فيها لو حد مش مرتاح للفونت يقدر يغيره، يقدر يعمل دوبليكيت. فما تركزش على كل حاجه، انا بس بحاول افهمك انك منين تقدر تاكسس على الحاجات المعينه، مش كل حاجه برضو انا عارفها. فحاول تستفيد بالقدر اللي يمشيك انت بشكل كافي يعني. فبكده احنا بنكون قفلنا نقطتين مهمين جدا هما البلوكس والبيجز. بقينا نتكلم عن الداتابيز ونحاول احنا بنفسنا هنعمل معاكم كذا بروجكت كده نبني فيهم سيستمز، وان شاء الله الموضوع يكون ابسط بكتير. بتمنى انكم تكونوا مستفيدين، ولو حد عنده اي اسئله يقدر يطرحها في الكومنتس تحت. وبشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.